متابعي قناة إسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة عن الشاحنات والمعدات الثقيلة. النهاردة هنتكلم عن الزيوت وبالأخص زيت المحرك. زيت المحرك طبعا أو المحرك من الحاجات المهمة جدا في المعدة بتاعتي والشاحنة، عشان كده لازم أتعرف على كل حاجة تخص الموضوع ده. النهاردة هنعرف في الفيديو بتاعنا ازاي نختار زيت المحرك او اللزوجة بتاعة الزيت المحرك بناء على درجات حرارة الجو اللي انا شغال فيه. تمام يا جماعة، درجة حرارة الجو مش درجة حرارة المحرك. يعني في فرق طبعا. المحرك بتاعي بيوصل لدرجات حرارة عالية جدا. انا طبعا ممكن معرفش المحرك بتاعي يوصل لغاية فين دلوقتي، لكن انا اقدر احكم على الجو اللي انا شغال فيه. تمام. طبعا درجات الحرارة في الشتاء بتبقى منخفضة. بعض الأماكن بتصل تحت الزيرو، تحت الصفر، وفي أماكن بتبقى مثلا تصل لخمسة وعشرة واتناشر في الكلام ده. الصيف طبعا بتلاتين وأعلى، توصل بعض الأماكن لخمسين درجة سيليزيوس. خلينا نتكلم في السيليزيوس اللي هي نرمز لها برمز السي، اللي احنا كلنا عارفينها وبنتعامل بيها في درجات حرارة في الوطن العربي. تمام. طبعا دي درجة اللزوجة بتاعتي اللي هي بتبقى مكتوبة هنا 10 دبليو أو 20 دبليو أو 30 دبليو أو 30 بس أو 40 بس. طبعا احنا في ايه الدبليو دي بترمز لوينتر، تمام، أو الشتاء أو درجة حرارة الباردة. تمام. يعني أنا دلوقتي لو الزيت ده هستخدمه في الشتاء بس، فهلاقي جنبه حرف الدبليو. لو هستخدمه في الشتاء بس، فبالتالي الزيت اللي مكتوب عليه 10 دبليو يبقى ايه؟ من الزيرو ونازل، يعني درجة حرارة الزيرو وأقل من الزيرو لحد كام؟ ناقص 20 تحت الصفر. لو الزيت بتاعي مكتوب عليه 20 دبليو سالب 20، فده العشرين طبعا يا جماعة الرقم اللي هو ده ما بيدلش عن درجة حرارة، مش داخل بدرجة حرارة خالص. يعني مش معنى 20 ان هو بيستحمل درجة حرارة 20 او لغاية، لا، مفيش خالص علاقة بين الرقم ده ودرجة الحرارة دي، درجة لزوجة. فلو عندي 20 دبليو 20 معناه ان الزيت ده متعدد. يعني ايه متعدد؟ يعني بيشتغل في الصيف والشتاء. طب يشتغل من كام لكام؟ يعني يشتغل عندي من درجة حرارة 5، تمام، ل15. تمام، من 5 ل15. طبعا 5 دي يعني ايه؟ شتاء. و15 في الغالب بتبقى شتاء. يعني الزيت ده برضو في الغالب عندي بيشتغل في درجة حرارة شتاء فقط. تمام. في عندي درجة لزوجة 30 مثلا. 30 ده بيشتغل من كام؟ بيشتغل من 5 ل30، من درجة حرارة 5 سيليزيوس ل30. يعني ممكن يشتغل عندي برضو صيف وشتاء، بس طبعا الصيف مش درجات حرارة عالية قوي اللي هو 30، لو أماكن اللي هي بتبقى درجة حرارة الصيف بتاعتها مش عالية. تمام. في درجة لزوجة 40. تمام. كل ده بنتكلم عن اللزوجة. ال40 ده بيعبر عن اللزوجة مش درجة حرارة. طب 40 ده بيشتغل من فين؟ بيشتغل من 15 لحد ايه؟ السهم الاسود ده كده لفوق معناه اللي هو ايه؟ لاعلى من كده كمان. تمام. يعني لحد اعلى من 30. بيبدأ من 15 لحد اعلى من 30. يعني ممكن نقول عليه في درجات حرارة صيف. يعتبر صيف لان الشتاء عندنا بيقل عن 15 في اماكن كتير جدا، بيقل عن 15، فمش هيبقى مناسب مع درجة حرارة التشغيل في الشتاء. طيب، ندخل على الزيوت التخليقية ومتعددة، بس اللي هي تستحمل درجة حرارة أقل وأعلى من المعدات اللي احنا اتكلمنا عنها. خلينا نبدأ باليمين ونرجع تاني للشمال. تمام. ليه؟ لأن هو اليمين ده الدرجات اللي هنا دي بتستحمل درجة حرارة يعني ممكن اوبن، يعني مفتوحة في أي درجة حرارة منخفضة أو عالية. خلينا نبدأ بال20 دبليو 50 أو ال20 دبليو 40. زي ما احنا قلنا ال20 وال50 والحاجات دي ما تعبرش عن درجة حرارة، تعبر عن درجة لزوجة. طب ال20 دبليو 40 وال20 دبليو 50 بيبدأ من كام؟ بيبدأ من معاه. طبعا احنا بنعرف ازاي يا جماعة؟ من الخط ده اللي ماشي ده بنمشي معاه كده لغاية الترمومتر بتاعنا. بيبدأ معاه من +5 أو -5 أو درجة حرارة 5، درجة حرارة 5 سيليزيوس فما فوق. تمام. يعني ده برضو الزيت ده بيشتغل معايا شتاء وصيف، بس مش في كل الأماكن، لأن في درجة حرارة أماكن بتنزل عن ال5. تمام. طبعا لو نزل تحت ال5 معناه إنه هيتجمد، هيبقى الزيت ده غير مناسب للتشغيل. تمام. فده بيشتغل معايا من 5 سيليزيوس لحد فما فوق. تمام. السهم كده لفوق معناها اللي هو ايه؟ فما فوق، اللي هو لحد مثلا 40 50 درجة شغال معايا. لكن مش لكل المعدات. طبعا الرقم ده بيختاره يا جماعة حسب الشركة المصنعة. بتقول لي
اشتغل بالرقم ده. لكن انا لو هشتغل مبدئيا كده بلدي، ما عنديش كتالوج او مانوال او اوبريشن مانوال ارجع له، فبدخل على الكلام ده اعرف ان اذا كان درجة الحرارة دي مناسبة. درجة حرارة الجو عندي لا بتعدي ال40 وال50، يبقى مستحيل استخدم الحاجات اللي هي من النوعية دي، اللي هي الحاجات دي اللي هي اخرها 30 مثلا، لا يبقى انا اشتغل على البراندات دي او الانواع دي. تمام. العشرة احنا طبعا في كلامنا عن الاكتروس او الاكتروس بموديلات مختلفة، يعني 1540 او 10W40 هو اغلب الدرجتين اللي الشركة بتوصي بيهم. واحنا عشان نبقى في المضمون، لو طبعا هشتغل 1540 فممكن اشتغل 1540 مفيش مشكلة، بس طبعا يعني اخري بيبقى 10,000، يعني اخري بيبقى 10,000 في ال1540 او ال1550. في الغالب 15، خلينا في ال1540 احسن. وهنا لو هشتغل 1040 ممكن اشتغل على 20,000 في الشتاء، ممكن في الصيف ماشي تمام 20,000، ممكن 15، خليني في المضمون شوية. لكن دول الدرجتين اللي بشتغل عليهم في الاكتروس. تمام. العشر 1540 زي ما احنا قلنا بيبدأ من 15، من سالب 15 تحت الصفر فما فوق، لحد فما فوق بقى لغاية 40 50 درجة سيليزيوس. طب لو هشتغل على ال10W40 لا بينزل كمان معايا، يعني معايا من -20 أو من 20 تحت الصفر. لو هشتغل على 10W40 أو 10W30 أو 10W50 يبدأ معايا من 20 تحت الصفر وفما فوق بقى درجات حرارة العالية في الصيف، يعني يشتغل معايا شتاء وصيف. الحاجات دي تشتغل معايا شتاء وصيف. طب 5W40 و5W30، 5W40 و5W30 تقريبا الاتنين قريبين من بعض، بيشتغلوا معايا من -25 فما تحت. طبعا ده يعني بنتكلم عن الأماكن اللي هي الأوروبية في مصر أو الوطن العربي. يعني في الغالب ما توصلش درجة حرارة ل 25 تحت الصفر، يعني مفيش حرارة بتوصل عندي ل 25 تحت الصفر. في الغالب يعني يوم تبقى كتير قوي بتبقى 10، ممكن في بعض الأماكن 7 5، لكن ما توصلش 25 تحت الصفر. بتحصل في ممكن كاترين، سانت كاترين والأماكن اللي هي مرتفعة شوية، أو في البلاد الأوروبية بتبقى تحت الصفر، ممكن توصل للأرقام دي. فده بستخدم اللي هو 5W40 و5W30. طبعا بيبقى أغلى طبعا في السعر كتير عن اللي هو الزيوت العادية، لان دي تعتبر زيوت تخليقيه، دي نصف تخليقيه سيمي سينثيتك، ودي سينثيتك زيوت تخليقيه كليه. تمام. فدي بتبقى اوبن، يعني مفتوح، يشتغل على اي درجه حراره في الشتاء، اي درجه حراره في الصيف، يعني يتحقق اي معده. وطبعا اللزوجه بتاعته بتبقى اقل من اللزوجه بتاعه الزيوت اللي هي الاقدم شويه. تمام. فاحنا عندنا في الاكتروس بنشتغل على الدرجتين دول 1540 او 10W40. بنشتغل عليها مثلا ممكن ال10W40 ده يشتغل معايا لحد 20,000 مرتاح جدا في الشتاء. في الصيف يعني ممكن احاول 15 17، ممكن في بعض الاحيان بيشتغل لو المعدة جديدة اشتغل عادي 20,000 مفيش اي مشكلة. المعدة قديمة ومتهالكة ممكن اشتغل على 15 كويس اوي في الصيف. ده بالنسبة للزيوت. اختار زيت المحرك. طبعا الكلام بتاعنا النهاردة حددنا ازاي اختار زيت محرك لجميع المعدات والشاحنات، وحددنا الزيت بتاعنا اللي يخصنا في شاحنات اكتروس. اتمنى يكون قدمنا معلومة مفيدة. طبعا ما تنساش لو اول مرة تتابعنا تدوس سبسكرايب، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس اللي جنب الاشتراك عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد.